السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا الشباب والتحديات ومشاكل الشباب. يمكن في الحلقة السابقة تحدثت عن موضوع ما يعني الشباب وأهمية يعني هذه الفئة العمرية وهذه المرحلة العمرية وكيف تؤثر في بناء الأمة ونهضتها. وتحدثنا يمكن عن موضوع ما هي سمات هذه الفئة العمرية، وقسمت الشباب لثلاث فئات وذكرنا كل فئة. الآن نأتي في هذه الحلقة ما هي مشاكل الشباب، ما هي التحديات التي تواجه الشباب. نجد أنه المشاكل يمكن يعني نبدأها من المشاكل الأسرية. المشاكل الأسرية، الشاب في هذا الزمان وحتى في كل الأزمنة الشباب يواجه مشاكل أسرية، وهذه المشاكل الأسرية ناتجة لأسباب عدة، منها تسلط الوالدين، إما يكون كلاهما أو أحدهما. يعني هذه البيئة اللي هي البيئة اللي ينشأ فيها هذا الشاب، يكون الوالدين يعني ما يسمح للشاب بإتاحة الحرية والتعبير عن الرأي، ما تكون هذه البيئة اجتماعية اللي هي بيئة إيجابية، بيئة تخلو من التوجيه والإرشاد بطريقة صحيحة، بطريقة تربوية، بيئة تكون تنشئة فيها تنشئة غير صحيحة. وهذه البيئة الأسرية بيئة تكون كذلك اللي تعاني من ضعف الرقابة والتوجيه وتحمل المسؤولية. إذا كان الشاب نشأ في هذه البيئة الضعيفة، يعني بيئة ضعيفة في علاقاته داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، الأب، بين الأخوة نفسهم، تجد أنه كثير، أنا يعني يمكن في الاستشارات تأتيني تقول كثير من الأخوات والأخوة يقول له أنا يعني يمكن الأخوة ما يتصلوا على بعض ولا يسألوا من بعض، يمكن تمر عليهم المناسبات والأعياد. هذه البيئة الضعيفة الهشة الغير متماسكة، هذه البيئة تؤثر، تعتبر واحدة من مشاكل الشاب. زي ما ذكرت في أنواع الشباب التي ذكرناها، عدم احترام، كذلك احترام الرأي والاستهزاء والازدراء من الأبناء الشباب، يعني إذا عبر عن رأيه يكون في سخرية من قبل الوالدين. وتكون هذه المشكلات كذلك إذا كان أحد الوالدين أو الأبوين مشغول بأعمال، يعني أحيانا يحاول يعوض هذا الانشغال بتلبية الحاجات الغير مقننة، وهذه تعتبر واحدة من الإعاقات اللي تحدث للأبناء في كل المراحل، ليس فقط في مراحل الشباب، لأنها بدأت من فترة مبكرة جدا. فيبدأ الشاب الوالدين حتى يعودوا هذا الإخفاق، يعود الغياب عن حياة الأبناء، يحاولوا يلبوا طلباتهم الغير مقننة، والتي تؤدي كذلك لكثير من الانحرافات، وتكون سبب في ضياع هذا الشاب، وربما يكون سبب في انتمائه لشلاليات، لعصابات، لكثير من الأبناء المنحرفين. تأتي كذلك هنالك المشاكل الاجتماعية التي تنتج من جزء منها من وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من أبنائنا الآن يتبنون أفكار، يعني سبحان الله، بعيدة جدا عن قيمنا الإسلامية وعن يعني توجهاتنا الدينية. تجد أن الشاب من كثرة ما يكون إدمان لهذه الوسائل غيرت فيه. وأنا كنت وأثناء تحضيري لهذه اللقاء سألت شابة في الجامعة، قلت ما هي مشاكلكم؟ ما هي التحديات التي تواجهكم؟ تقول لي يا دكتورة نحن واحدة من أكبر أزماتنا هي مسألة العلاقات، قضية العلاقات. إذا كانت العلاقة المحرمة ما بين الشاب والشابة، علاقاتنا في وسط يعني زميلاتنا في الجامعة، علاقاتنا مع أقربائنا، علاقاتنا مع أسرنا، علاقاتنا مع والدينا، وهذه كلها نتيجة لغياب الوعي الديني اللي هو ضعف الجانب الروحي والإيماني. هذه العلاقات كلها أثرت في الصحة النفسية والصحة العقلية بالنسبة للشاب. كذلك وأدت هذه الوسائل أدت إلى ظهور ظاهرة الانعزال، ظاهرة التوحد، اللي نتيجة ليس كتوحد أو أوتيزم، لكن نتيجة اللي هي الانقلاق مع هذه الوسائل، أدت أن تجد أن حتى في البيت الشاب والشابة ينعزل داخل غرفته، ما يتواصل مع أهله حتى مع الأقارب، يتثاقل في أنه يرد على الاتصالات ويتواصل مع أقربائه.
هذه كلها من التحديات ومن المشاكل اللي يواجهها الشاب والشابة، اللي أدت إلى كثير، نجم عنها كثير من المشكلات، من ضمنها يعني غياب الإبداع والتفكير، وهذه على لسان حال الشباب. تقول له ما أصبحنا نحن عندنا اللي هي روح الإبداع، روح الابتكار، روح العطاء، روح المسؤولية الاجتماعية، فأصبحوا هم يعني هنالك يكون سلوك سلبي ظاهر في المجتمع، أصبحت ظواهر اجتماعية نتج عنها كذلك من التحديات اللي هي المشاكل الاجتماعية والأسرية ومشاكل العلاقات، ينتج عنها الصمت السلبي. تجد أن الشاب إذا وجد هذه البيئة غير داعمة، المشاكل الأسرية أدت إلى الغياب أو الهروب من الأسرة، وأحيانا كذلك تؤدي إلى يعني انقطاع عن التعليم، يعني انتقاما من المشاكل أو انتقام من الوالدين. تجد أن البنت وكثير من المشاكل اللي أبنائنا نحن لاحظناهم في المدارس اللي ترك الدراسة، يعني ترك الدراسة ليس فقط عشان يعني هو ما عايز يواصل الدراسة، لا، لكن النتيجة له هو رفضه للحياة الأسرية، رفضه لأوامر والدينه، فأصبح هنالك الانقطاع. وهذا ما يعني يؤثر ليس فقط على مستوى الأسرة، لكن يؤثر على مستوى المجتمع، ويؤثر بشكل كبير على مستوى يعني حال أمتنا، ويؤثر على مجتمعاتنا، ويعوق مسألة التقدم. لأنه احنا ذكرنا الشاب هي مرحلة، هذه المرحلة مرحلة العطاء، مرحلة التضحية، مرحلة القوة والإنجاز. ولكن إذا كانت هذه المشكلات تواجه الشاب حتعيق هذا الإنتاج وهذا التقدم، وبالتالي يعني أصبح الشاب غير يعني منتج وغير داعم لهذه المجتمعات. هذه المشاكل اللي يعني من ضمنها مشاكل الانضمام لرفاق السوء اللي هي الشلاليات وتقليدهم. وأنا تستحضرني واحدة من القصص والحالات اللي مرت علي وأنا أعمل كمرشدة تربوية ومستشارة في مدارس اللي هي انترناشونال، مدارس عالمية. شاب يعني كان عمره 16 سنة، وهذا الشاب رفض يواصل دراسته نتيجة يعني معاملة سيئة من قبل والده، وترك الدراسة. ويعني أتذكر وهو كان شاب ذكي جدا ممتاز جدا، لكن للأسف نتيجة هذه المعاملة انقطع الشاب وترك الدراسة وانضم لمجموعة كلها يمكن تكون مخدرات وغيرها. هذه القصص وكثير منها يعني الإنسان لما يشعر أنه عايش في بيئة غير طيبة ويفتقد القدوة الحسنة، وهذه اللي هي استخدام الوسائل دون تقنين ودون مراقبة، أدت لهذه المشكلات الكبيرة جدا. ويمكن يعني في ختام حديثي أختم بقصة. الآن رجل يبلغ من العمر يمكن 62 عاما، وهو يحكي وأثناء يعني نقاشنا في موضوع مشاكل الشباب وكيف تعيق إلى حتى للمدى البعيد. فيقول أنا كنت في فترة مرحلة الشباب، يقول أنه يعني كانت الأسرة بالنسبة له تستهزأ به، لأن أخوه الأصغر منه كان يعني ممتاز في الدراسة، فكان يقول الوالدين بعد وفاة والدته كان يعيشوا وسط يعني الوالد تزوج بامرأة أخرى وعاش هو مع زوجة أبوه. فيقول كان يعني الأسرة تستهزأ فيه وتستحقره، مما دفعه الخروج من البيت. يعني ما زال يتذكر هذه القصة ويتذكر هذا الواقع المؤلم، كيف أنه الآن بعد 30-40 عاما تظل هذه الذاكرة وهذه الذكريات المؤلمة. وبالتالي يعني هذه كلها واحدة من المشاكل اللي جزء منها نحن كأولياء الأمور لنا دور كبير في هذه المشكلات. جزء آخر يتعلق بقضايا المجتمع ومشاكل البيئة المحيطة، والجزء الآخر كذلك يتعلق بهذه الوسائل التي إذا فقد الوالدين الرقابة عليها، وإذا فقد عدم تحملهم في مسؤوليتهم لأبنائهم في توجيههم ونصحهم وإرشادهم، فبالتالي تكون هي واحدة من المعيقات ولينتج عنها كثير من المشاكل اللي هي تتعلق بصحة النفسية للشاب وبصحته العقلية، وبالتالي تنعكس في عطائه بشكل عام.
هذه جملة المشاكل اللي تواجه الشباب. يمكن قبل الختام يعني كذلك بعض الحالات اللي يمكن في خلال العمل مرت علي، شابة ترفض أنه يعني تتناول وجبة الغداء أو يعني بشكل عام الجلوس مع الأسرة في مكان واحد، نتيجة لرفضها لهذه يعني رفضها للوالدين، لأن نتيجة لسوء المعاملة. وهذه ضمن المجموعة اللي يمكن ذكرناها في المشاكل الأسرية، وكيف تنعكس على حياة الشاب. لأن الشاب إذا وجد هذه البيئة، أصبحت بيئة داعمة، وجد الشاب أنه يعيش في كنف والدين مستقرين متحابين، احترام وتقدير، بالتالي ينعكس هذا الشعور على سلوك الشاب وينعكس في كل حياته، وبالتالي ينعكس يعني نحن دائما نذكر ينعكس على حياة مجتمعاتنا. لأنه نحن كما ذكرنا في الحلقات السابقة، نحن نريد من أبنائنا أن يكونوا هم يعني خلفاء في هذه الأرض، وهذه مهمتنا نحن كموجهين وكمربين. نسأل الله أن يصلح حال أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا، وأن يعني يجعلهم يعني منتجين، ويجعلهم قادات المستقبل، يكون لهم أثر طيب في هذه الحياة الدنيا، وكذلك يعني ينعكس هذا الأثر في الأجيال الساعدة. وصلنا لختام حلقتنا في هذه الجزئية، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في حديثنا. ما هي الحلول لأبنائنا؟ ما هي اللي هي الآن ذكرنا المشاكل، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة نقدم بعد الحلول وبعد الأفكار اللي من خلالها نستطيع أن ندعم أبنائنا. وصلنا لختام حلقتنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.